السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت جايبة لبن كده معايا ما رحت السوق وحطيته في التلاجة. حصل معايا حاجة غريبة جدا، لحد دلوقتي مش عارفة ده ايه اللي في اللبن. اللبن راب مني، ولما راب على ما اعتقد واعرف يعني ان لما اللبن بيروب بيبقى فيه جبنة كده، فتافيت جبنة كده بتبقى على جنب، واللبن لما بيروب بيبقى على جنب، بيفصلوا يعني الاتنين بيبقوا مفصولين عن بعض كده، وبيبقى عامل زي الجبنة القريش كده متقطعة معايا كده فتافيت. لكن أول مرة في حياتي يطلع من اللبن ده جبنة موتزاريلا، دي على ما أعتقد يعني. اللي انتوا شايفينه اخواتي وحبيبي، أنا ما كنتش أصور الفيديو ده. كنت بغلي اللبن عشان يعني أعمله فطار لعيالي وكده. كده بص، بعد ما اللبن راب بمد ايدي فيه كده ببص، الله، ده ايه؟ دي حاجة بتمط كده خالص، بص، وطرية جدا، وبتترفع لفوق خالص كده من المطة بتاعتها. مطتها غريبة وفي نفس الوقت ملمسها ناعم، وأول مرة أغلي اللبن معايا ويحصل معايا كده. قلت لا، ما بديهاش، لازم أصور معاكم الفيديو ده وتشوفوا وتقولوا لي دي جبنة موتزاريلا كده زي ما أنا أعرف كده وأعتقد، ولا دي إيه؟ لأن أنا طبعا عارفة إن الجبنة الموتزاريلا هي الحاجة الوحيدة اللي بتبقى لها مطة كبيرة كده. المطة دي يعني ما شاء الله بتترفع لفوق قوي، مطة بتاع 10 سنتي ولا 15 سنتي. انا بصور الفيديو طبعا بايد وبرفع لكم المعلقة لفوق خالص بايد. بس اول مرة في حياتي يطلع معايا اللبن بالمنظر ده. الجبنة دي بصوا كورت في الاخر كده، بس هي ناعمة جدا، عاملة زي الملبن كده، واتمطت معايا خالص فوق كده. قلت لا، لازم اصور الفيديو ده وتشوفوه معايا وتقولوا لي حد حصل معاه قبل كده ان لما اللبن رب بتاعه طلع منها كده دي جبنه موتزاريلا، ولا دي ايه؟ دي ايه؟ مانيش عارفه لحد دلوقتي. قلت لا، اصور بقى الفيديو معاكم وتقولوا لي يا ريت في التعليقات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا ريت اللي عارف في التعليقات يقول لي اللبن لما رب منه، هل يا ترى دي جبنه موتزاريلا ولا انا ده بيتهيألي ولا ده ايه؟ ده ايه بالظبط؟ لحد دلوقتي انا مانيش عارفه. منطقتها ناعمه كده وطريه قوي. يعني الواحد لما يروب منه اللبن جاموسي ده، كنت جايبه الريتل ب30 جنيه، طلع منه حتة الجبنة دي أقل من الربع كيلو، وتتمط خالص كده المطة الغريبة دي كده. بصوا، أنا مش عايزة أفصل الكاميرا وعايزة أوريكم مرة واتنين وتلاتة على المطة دي. أنا مش مصدقة إن اللبن يروب مني ويطلع منه الجبنة دي. يعني الجبنة بتقطع، بتبقى عاملة زي الجبنة القريش، بتبقى قطعة كده، بتبقى فتافيت، بتبقى اللبن مثلا رايب لوحده فاصل، والجبنة بتبقى لوحدها مثلا كده فاصلة على بعض على جنب. لكن المرة دي استغربت جدا جدا من اللبن ده، الريتل ده، وبالذات من الجبنة الموتزاريلا دي. عليها مطة بصراحة ما شاء الله عليها. بصوا مطتها غريبة قوي، ناعمة جدا، وساعة تحس عاملة كده زي اللبانة اللي لما بتحطها في مثلا في حاجة سخنة بتتمط معاكي كده المطة الغريبة دي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عايزة أفصل الكاميرا خالص وتشوفوا المنظر ده مرة واتنين وتلاتة. بصراحة أنا اتصدمت، قلت لأ، تشوفوا بقى الفيديو ده معايا وتقولي دي جبنة موتزاريلا ولا لأ. بس هي شكلها خالص يعني جبنة موتزاريلا باينة خالص. بصوا ناعمة ازاي، بتتمط مطة بقى ما شاء الله عليها لفوق خالص خالص. أول مرة يحصل معايا كده واللبن يروب معايا ويبقى بالمنظر ده. بصراحة طول يعني المطة دي اللي أنا، بصوا شوفوا اللي أنا شايفاه. يا ريت بقى اللي يعرف بقى دي ايه يكتب لي في التعليقات ويقول لي دي جبنه موتزاريلا ولا ايه بالظبط. بصوا شوفوا اللي انا شايفاه. انتوا مصدقين يا جماعه اللي انا مصدقاه ده؟ اللي انا شايفاه ده حلم ولا علم يا ولاد؟ بصوا طريقه قد ايه بتمط قد ايه. بصوا شوفوا، والله العظيم مانيش مصدقه. بصوا طولها قد ايه. انا ممكن كمان ارفع المعلقه اكتر من كده خالص. بصوا، بس ما كنتش عارفه ارفع اكتر من كده يعني. طبعا الكاميرا في ايدي، بصور بايد وبشتغل بايد. بصوا حد حصل معاه قبل كده ان اللبن راغب وعمل معاه كده ولا ايه؟ ولا انا اول مره ولا ايه بالظبط؟ مانيش عارفه.
بصوا بقى، عايزه اوريها لكم مره واتنين وتلاته ازاي. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا بقى في الجبنه الموتزاريلا دي، على ما اعتقد دي جبنه موتزاريلا، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد يا احلى اخوات في الدنيا. اوعوا تنسوا تكتبوا بقى في التعليقات وتقولوا لي ده ايه. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي وحبايبي، مع الف سلامه.